النهاردة هنتكلم عن شقة الزمالك المرعبة اللي مسكونة من جن من نوع خاص. أصله مش زي الشقق التانية، لا الجن هنا بيختلف في الشقة دي لأنه من نوعية معينة هوضحها لكم في الفيديو. ورغم ان القصة مرعبة جدا بكل تفاصيلها، بس هتبقى قصة مرعبة كوميدية. هتقولولي مرعبة وجن وكوميدية، طب ازاي؟ اصل بطل القصة واللي حصل انه سكن في شقة الزمالك دي كان نجم كوميدي، هو الفنان محمد هنيدي اللي سكن في شقة وما كملش فيها كام ساعة، هو والسيناريست بتاع المسرحية، وطلعوا يجروا على السلالم لدرجة انهم اتشقلطوا فوق بعض وعرفوا حقيقتها بعد ما نزلوا منها وبعد اللي شافوه وسمعوه جواها من اول ليلة. ايه اللي حصل وايه اللي وصل؟ نقول بسم الله، نقول التفاصيل الكاملة. محمد هنيدي بيقول ان هو في فترة مسرحية حزمني يا مع الفنانة فيفي عبده كان واخدين شقة هو وجروب المسرحية كلهم مع بعض، فهو كان بيحب بنت مزة يعني هناك في منطقة الزمالك، فعشان كده كان بيحب منطقة الزمالك علشان المزة بتاعته. فبيقول ان هو قرر ان هو ياخد شقة هناك ومعاه سيناريست احمد عبد الله ويقعدوا في الشقة لوحدهم. وفعلا اخد سلفة لانه كان لسه في بداياته، والمسرحية دي قديمة عشان كده ما تستغربوش ايه الارقام اللي انتوا هتسمعوها. اخد سلفة من المنتج قدرها 600 جنيه، واخد الشقة دي لانه راح شافها مع السمسار والبواب واعجب بيها جدا. شقة في منطقة راقية في عمارة راقية وما زالت موجودة لوقتنا الحالي، واعجبوا بيها جدا. وفي نفس الوقت خلاص كتبوا العقود والدنيا مية مية وخدوا الشقة. بيقول خلاص وعطوا طبعا البواب 10 جنيه، تستغربوا بالارقام انا قلت لكم بس طبعا زمان هتفرق. عطوا له 10 جنيه بعد ما اخدوا الشقة، زي حلاوة انهم اخدوا الشقة تمام. بيقول خلاص عملوا البروفات بتاعة المسرحية وقالوا المسرحية هتسمع والوضع هيحلو، بس الظاهر انه مش هيحلو قوي. اخدوا الشقة وبعد ما روحوا هو والسيناريست احمد عبد الله، بيقول ان هم دخلوا هلكانين من التعب لدرجه ان هم حطوا شنطهم وقالوا ان اي حاجه هيجي يعملوها يبقى تاني يوم، لان هم خلاص فطسانين من كتر التعب ومش قادرين يعملوا اي حاجه. بيقول يا دوبك حطوا جسمهم على السرير، وما ادراك اللي هيحصل بعد ما حطوا جسمهم على السرير. بيقولوا يا دوبك، ما هم لحقوش بقى، ما هم مش مبنجين هيحطوا جسمهم على السرير هيروحوا في النوم. بيقولوا يا دوبك حطوا جسمهم كده بيريحوه، سمعوا اللي مش هيريحهم ابدا. سمعوا ان صوت في المطبخ، اصل اوضه النوم كانت جنب المطبخ، سمعوا صوت كأن حد بيطبخ في المطبخ طبيخ كامل، ميه، رزع حلل، حاجات بصوت الطشه بتاعت الاكل، حد بيطبخ طبيخ كامل، كأن والدتك قاعده في المطبخ وبتطبخ لك. حابه هتيجي تقول لك اصحى يا حبيبي انا عامله لك الاكل، قوم اطفح بقى. منهم هيبقى قوم اطفح. فبيقول ان هو طبعا قاعد، بيقول طبعا هو بيخاف جدا من قصص العفاريت، بسبب ان احنا كل طفل من هو صغير يقول لك ما تمشيش في مناطق ضلمه احسن يطلع لك عفريت يخوفك، هحط في اوضه العفاريت. فطبعا كله جاله فوبيا من الاهل على قصص الجن والعفاريت. فهو طبعا نشأ في منطقة امبابة، وطبعا عبوا راسه زي ما عبوها لينا ولكل الناس بالرعب من الجن والعفاريت، فطبعا عنده فوبيا. فهو طبعا بيقول انا جسمي تلج من الخضه ومش قادر ان انا اقول لاحمد عبد الله انت سامع اللي انا سامعه ولا مش سامع، واحمد عبد الله بيقول بيخاف اكتر منه. فطبعا لا هو قادر يتكلم ولا هو قادر يتكلم، فهو بس ساكتين مفيش اي رد فعل. فبيقول لدرجه ان احمد عبد الله بقى قرروا بعد يعني طول انتظار في المطبخ، هما التانيين طبيخ وكده ومفيش حد في الشقه معاهم، فبيقول ان هو احمد عبد الله قال له يا محمد يا محمد، فقال له ايه؟ قال له انت سامع؟ قال له انا سامع بس عامل نفسي مش سامع. انت سامع؟ ايوه انا سامع عامل نفسي مش سامع. قال له بس احمد عبد الله قال له انا حاسس او شايف ان السقف
بيطبق عليا. بيقول انا محمد هنيدي بيقول انا ما شفتش كده، بس هو بان عليهم كانوا مهتمين باحمد عبد الله شويتين ثلاثه كده. فقال له طب احنا مستنيين بقى، مستنيين لغايه ما ايه نموت في السرير بقى ولا ايه؟ قال لازم ناخد بقى رد فعل، مش يعني هنستسلم لامتى؟ قال بقى الرد الفعل كان ايه؟ مش هم يروحوا يشوفوا المطبخ طبعا ممكن يغمى عليهم هما الاثنين ميتين، لا. فطبعا قرروا ياخدوا قرار ان هم هياخدوا حاجتهم ويلموها بسرعه ويطلعوا يجروا من الشقه دي. بيقول واحنا بنلم حاجتنا بسرعه وكده، وكان بقى ساعتها عامل نفسه ان هو عندليب الدقي وعبد الحليم حافظ كان معاه العود، وعود جديد كان لسه شريك كان عايز يتعلم عليه. عود مين يا حاج؟ اخد حاجته والعود تحت باطه كده ونزلوا يجروا على السلام. بيقول هم لسه يعني بيلموا حاجاتهم بسرعه، قال لقينا انهم هم حسوا بينا اللي في المطبخ دول. فقعدوا بيقولوا ايه، لقينا الصوت لو بيزيد والضرب والطشه ولي ولي ولي. قال انهم بيقولوا ايه اطلعوا بقى، احنا زهقنا منكم عمالين نرزع ونعمل وانتوا قاعدين، انتوا هتطلعوا. فانهم ايه فرحانين بقى ايه الصوت زاد. قال واحنا بقى زدنا في سرعتنا وطلعنا نجري على السلالم لدرجه ان احنا اتشقلطنا فوق بعض انا واحمد عبد الله مين هيسابق قبل التاني، واتشقلطوا على السلالم ووقعوا على بعض. قال والعود الجديد اللي كنت عايز اتعلم عليه الحان اتكسر، وكانت حوسه ما بعدها حوسه. طبعا لا قال لا عود ولا نيله، انا عايز انفد بجلدي. قال واحنا نازلين من العماره وسيبنا الشقه، قال طبعا رغم ان دفع فيهم كل اللي اخدوا من المنتج معهمش نكله. فبيقول ان قابلنا البواب بقى شافهم بقى بعد ما نزلوا، قال لهم ايه ده، هو محدش قال لكم على الشقه ولا ايه؟ رغم ان هو كان قابلهم في الاول واخد منه 10 جنيه. فقال له لا يا اخويا محدش قال لنا حاجه، انت ما قلتلناش ليه لما خدت ال10 جنيه؟ انا بحسب ان انتوا عارفين عارفين يا حاج، هاتها لي 10 جنيه، قال هاتها اهو وبعد كده بيقول احنا انتهى تماما الموضوع ومحدش يجي. الظاهر ان كل اللي يجي كانش يبيت في الشقة دي ليلة واحدة. بيقول لك الشقة دي ما زالت موجودة، شارع مشهور جدا في الزمالك وموجودة لوقتنا الحالي. دي قصة الفنان محمد مع الجن والعفاريت. يا جماعة قصة كوميدية اهو، علشان ما خوفكوش كل مرة قررت ان انا احكيها لكم بطريقة كوميدية لان نجمنا كوميدي. قابلوني في حكاية جديدة مع بداية السنة الجديدة، قررت ان انا اعمل لكم قصة رعب كوميدية علشان تستقبلوها وانتم بتضحكوا. ربنا يجعل كل ايامكم خير وسعادة. ولأول مرة يشوف الفيديو يعمل لي اللايك ويكومنت الحلو اللي زيه، وفي نفس الوقت اتمنى كل اللي يشوف القناة يشرفني بوجوده وانضمامه لأسرتي في القناة. تابعوني.